أقوى مشروب هيخلي الفراخ بتاعتك تبيض يوميا بدون انقطاع. حتى لو هي قطع بيض هتلاقي كمية بيض ما شاء الله جميلة جدا جدا. الفراخ البلدي يا جماعة من أجمل أنواع الفراخ اللي ممكن تربيها لإنتاج البيض. طبعا أنا كده كتير قلتلكوا على الأنواع الحلوة لإنتاج البيض أكتر من مرة، ولو انتي لسه جديدة في القناة ومش عارفة الأنواع اكتبيلي في التعليقات ونحطلك الرابط بتاع الفيديو. اهم حاجة اختيار الفرخة اللي هي بياضة اصلا، لان مشكلتنا كلنا ان احنا بنروح نربي فراخ للتسمين وبنستنى منها انها تبيض. النهاردة انا هقولك على مشروب هايل جدا جدا، حتى لو الفراخ بتاعتك قطع بيض هيخليها ترجع تبيض تاني، وشوية معلومات حلوة جدا عن مشروع انتاج البيض. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده هتلمي بيض كل يوم يعني حاجة كده تفرح. وعلى فكرة الحاجات دي اكتر من ان هي مشروع او ان هي فيها استفادة او ان هي اكتفاء ذاتي لبيتك او الكلام ده كله، بتبقى راحة نفسية. بتبقي في منتهى السعادة كده وانتي بتجمعي كمية البيض دي كده يوميا، او حتى كل يومين او كل 3 ايام. يعني المهم ان يبقى عندك انتاج، فاهماني؟ دي حاجة لوحدها بتريح الواحد نفسيا. النهاردة انا هنضف ليهم المكان. زي ما انتوا شايفين الارضية اللي انا مستخدماها دي اللي محطوطة تحتيهم دي اسمها أرضية بلاستيك، أرضية بلاستيك. بديل الفرشة اللي هي بتاعة الفراخ، اللي هي أرضية بلاستيك دي بتتباع بالمتر. المتر المربع فيها بيبقى 4 قطع من البلاستيك ده. ما شاء الله انا بلاقي البيض في كل حتة. يعني البيضة زي ما انتم شايفين لو حد مركز هتلاقيها واقعة تحت الأرضية، بتبقى بين الفرق دي بتقوم الفرخة بيضاها فتتدحرج بينها. الأرضية دي مريحة جدا جدا للفراخ وللبط ولكل أنواع الطيور. مشكلتها الوحيدة مع الفراخ البياضة إنها بتحتاج إن انت دايما تحطي ليهم تحديقة. يعني ايه تحديقة؟ يعني دايما تحطي ليهم رمل أبيض ورمل أسمر، اللي هو الرملة الصفراء بتاعت البنة دي، وجير وحاجات من دي اللي هي دي التحديقة. وكمان من ضمن الحاجات الجميلة برضو اللي خلت الفراخ بتاعتي بتبيض باستمرار، العلف اللي انا كلمتكم عنه قبل كده، اللي هو علف تسمين المواشي، تركيز 14%. نرجع بقى للأرضية. الأرضية دي أنا بحافظ عليها تقعد ممكن 5 6 شهور تحت الفراخ من غير ما تعمل فاش ولا تعمل حشرات ولا تعمل أي حاجة، بحاجة بسيطة خالص اللي هي الجير. عارفين الجير المطفي؟ كل اسبوعين 3 كده ارش جير مطفي على الارضية دي. ده بيحافظ عليها من ان ينمو في تحتيها اي حشرات او تعمل اي مشاكل للفراخ. وزي ما قلت لك عيبها الوحيد ان انت لازم تحطي رمل. طبعا الفراخ البلدي لازم 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 تاكل رمل. من غير رمل مش هتطلع لك بيض. من ضمن الحاجات المهمة جدا في حياتها. وبرضو العلف اللي انا بقولك عليه ده جميل جدا. وزي ما انتم شايفين كده حطلهم انا اكل بيت اضافه اللي هي بواقي اكل البيت. وزي ما عملنا مع بعض قبل كده كتير اللي هي بدايل العلف البياض، حاجات اقتصاديه خالص ورخيصه، هتجيبيها من السوق، هتفيض من عندك، هتعملي منها وجبات للفراخ، مش هتكلفك اي حاجه. لو لسه مش عارفاه اكتبيلي في التعليقات واللي عايزه بديل العلف البياض، هحطلك الرابط بتاعها. افكار جميله جدا ورخيصه وهتخليكي عندك مزرعه ببلاش. بالنسبه بقى للمشروب بتاع النهارده، فهو هيحفز انتاج البيض بشكل قوي جدا جدا عند الفراخ، هيقضي على معظم المشاكل الامراض اللي بتمنع الفراخ انها تبيض. طبعا من اهم الحاجات، اهم الحاجات اللي بتخلي الفراخ ما تبيضش ان يبقى عندها ديدان. يعني الفراخ سليمة ونوعها حلو وكويسة ومش بتقلش، يعني مش مغيرة ريش، ومع ذلك قطع بيض. ليه؟ لان انت ما بتحطيش ليهم شوربة ديدان. شوربة الديدان دي من اساسيات المزرعة بتاعت انتاج البيض. يعني هقولك هما كام اساس عشان تربي فراخ لانتاج البيض. اولا اختار الفرخة المناسبة، ولو انت مش عارفة اكتبيلي في التعليقات احطلك الرابط عشان ازاي تختاري الفرخة المناسبة لانتاج البيض. ثانيا الفرخة دي تأسسيها كويس من وهي صغيرة من عمر يوم. تمام. ثالثا
الفراخ دي لازم تمشي معاها على شوربة الديدان من عمر شهر، كل 15 يوم لحد ما لا نهاية، لحد ما تموت، لازم شوربة الديدان دي. رابع حاجة مهم جدا ان انت تعرفي الامراض اللي ممكن تحصل للفراخ بتاعتك لو العدد قليل ومش هتحصنيهم. فانت هتحتاجي ان انت تعرفي الامراض اللي ممكن تحصل للفراخ وازاي تتعاملي معاها. طبعا امراض خطيرة جدا جدا، وبتيجي في كذا مرة، وبتيجي في تغير الفصول، وبقت منتشرة دلوقتي بشكل غبي. زي نيوكاسل، زي الميكوبلازما، زي حتى البتاعة دي اسمها ايه، كوكسيديا والكوليستيريديا، السالمونيلا. دي اخطر امراض. والشريشيا كولاي دي الحمد لله ما بقتش منتشرة قوي، بسبب ان الناس كلها بقى عندها ثقافة انها تحط حاجات تطهر الامعاء بتاعت الفراخ، زي الفلاجيل والخل. يعني احنا بنحط فلاجيل وخل بشكل دوري كوقاية. الخل دون على الأقل كل أسبوع يومين، والفلاجيل برضو كل أسبوع يومين. ده كوقاية من الأمراض كتيرة جدا ممكن تحصل للفراخ بتاعتك. تلاقي انتفاخ في الحوصالة، تلاقي الفرخة قطع أكل، كل ده. أما بقى الحاجة البشعة هي الفيروسات. فيروسات بجد لو انت مش محصنة فبتبقى مأساة. ولكن الحمد لله يعني انا عملت فيديوهات كتيرة قوي قوي ازاي تتعاملي مع الفيروسات. لو انت لسه برضو جديدة وما تعرفيش، اكتبي لي في التعليقات قولي لي ازاي اتعامل مع الفيروسات لو انا مش محصنة. والامراض التانية كلها، اي مرض من اللي انا قلتهم لو انت عايزة علاجه اكتبي لي في التعليقات، احط لك الرابط بتاعه. نرجع بقى للمشروب بتاعنا النهاردة. فوائده هايلة جدا جدا. يعتبر فيه حاجات قوية قوية جدا، بتنشط او بتحفز انتاج البيض قوي عند الفراخ، بتخلي الفرخة صحتها حلوة، ودي اهم حاجة. بترفع المناعة، بتطهر وبتعقم، حلوة قوي قوي. المكون اللي انا هحكي لكم عنه او المشروب اللي انا بعمله للفراخ بتاعتي، على الاقل خالص مرتين كل شهر. يعني كل 15 يوم اعمله يومين 3، كل 15 يوم اعمله يومين 3. فاهماني؟ دي الطريقة اللي انا بطهر بيها الارضية بالجير زي ما انتم شايفين كده. باجي على الاماكن اللي بيبقى فيها الفراخ مبهدلين فيها اكتر، او فيها بقايا الاخراج بتاعهم موجود اكتر، برش عليها الجير اكتر. يعني فاهماني؟ بركز على الحتت اللي مش نظيفة بمعنى اصح اكتر. وبحط طبعا على كله، يعني هو الجير ده ممتاز جدا. ايدك تبقى واطية ما تعليهاش عشان الفراخ ما ينتشرش في المكان ويأثر على نفسهم، دي اهم حاجة. المشروب بقى اللي انا بكلمك عنه النهاردة عبارة عن ايه؟ اول مكون فيه هو الكركم، عشان كده بقولك هنستخدمه مرتين بس في الشهر، كل 15 يوم 3 ايام. لان الكركم لو استخدمناه للفراخ باستمرار بيعمل مشاكل في انتاج البيض، مش في الانتاج نفسه بقى، يعني الفرخة لما تيجي تبيض تبقى صعب عليها البيض لانه من المواد القابضة. عشان كده هنستخدمه مرتين في الشهر المشروب ده. هحط معلقة كركم على لتر مية، هحط عليه معلقة كركم، هحط عليه معلقة قرنفل. اولا الكركم مضاد حيوي رهيب ومطهر ومعقم كل حاجة. القرنفل من الحاجات الهايلة جدا 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 لزيادة انتاج البيض. يعني تعتبر من الحاجات المحفزة قوي وبقوة للمبيض بتاع الفراخ ان هو يكون بويضات صغيرة. يعني الفراخ بتاعتك هتلاقيها بتكر بيض حرفيا لما تهتمي بالمرمرية. وحتى ممكن تحط المرمرية لوحدها هي والقرنفل من غير من غير الكركم. بس هو التلاتة التركيبة دول مع بعض ما شاء الله جابوا معايا نتيجة حلوة قوي مع العلف ده. يعني هما والعلف ده ما شاء الله الله اكبر. انا دلوقتي ما بحطش الفراخ يعني اي حاجة تانية غير الحاجات دي اللي انا هقولك عليها دي، من الحاجات الخطيرة قوي والمهمة اللي هترجع فراخك تبيض تاني. احنا عدينا بمراحل صعبة، عدينا بمرحلة القلش، عدينا بالشوطة او النيوكاسل. الحاجات دي كلها بتخلي الفراخ تقطع وتريح وتبطل انتاج بيض. فلما بتستخدمي بقى الحاجات دي ما شاء الله بتلاقيها الفراخ بتاعتك زي ما شفتي كده انتاج البيض هايل. يبقى انا هحط كركم وقرنفل
ومرمرية على لتر مية، سيبهم يغلوا وبعد كده هغطي عليهم لحد لما يبردوا. هصفيهم. طبعا التفل اللي هيطلع هحطه للفراخ على الاكل. المية اللي هتطلع هاخد كوباية واحطها على لتر مية كل يوم للفراخ لحد لما يخلص، وارجع اكرر المشروب ده تاني بعد 15 يوم. وهتدعيلي على المشروب ده انتي وفراخك.